السلام عليكم، كيفكم يا جماعة؟ كيف صحتكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. آه نحن عائلة أبو ياسين وأم ياسين طالعين جديد على اليوتيوب، وراح نقدم إن شاء الله شغلات كويسة ومفيدة للجميع. اي والله. شغلات يعني مثل طلعات، فوتات، مثل طبخ، مثل تحديات أنا وأم ياسين يعني. مشتريات كذا. والفيديوهات رح تكون عائلية يعني. عائلية يعني، والقناة عائلية. ضمن الأولاد يعني. أكيد. نحن وأولادنا سوا يعني راح نطلع ولنشوف ايش بده يطلع معانا لقدام، وإن شاء الله الأمور كلها كويسة. ونتمنى يعني أكيد ما تنسونا من دعمكم، من مشاركة الفيديوهات اللي عم ننشرها، وأكيد تعليقاتكم الحلوة يعني. بتمنى إنه كل شيء بيشوف يعني هالفيديو أو الفيديو اللي قبله وهيك يتابعنا، يكتب لنا تعليق حلو، يشارك لنا قناتنا على أصدقائه ورفقاته. ونحن رح نحط كمان قنواتنا، صفحاتنا التيك توك، صفحة الانستغرام. فيكم تكتبوا لنا مثلا افكار حابين مثلا نحن نعملها، اكلات لازم نجربها، مناطق نروح عليها نصور لكم فيها هون ضمن المانيا. فاي شيء بتحبوه يعني عادي فيكم تراسلونا على التيك توك او على الانستغرام. على كمان الانستغرام أفضل على يعني. الانستغرام بيكون افضل يعني طبعا. ايه، وتابعونا على الانستغرام. والانستغرام صفحتنا كمان رح نحطها دائما بالفيديوهات، ويلا بيجوا من التيك توك كمان تابعونا على الانستغرام. ايه، بعد اذنكم تابعونا انستغرام ويوتيوب، وان شاء الله راح نقدم شغلات كثير كويسه ومفيده يعني. ونتمنى منكم كمان انه تكونوا دائما ايجابيين، يعني ما في داعي للكلام المسيء. ايه يعني يعني انت عم بتعلق بدل ما تعلق تعليق ما هو كويس، لا حطه كويس يعني تكسب محبه. انه عن جد عرفت؟ يعني دائما انا اللي شفته الناس اللي طلعت مثلا، خصوصا اهل سوريا، انه لازم يكونوا اكبر دعم للناس اللي الهم يعني الناس بالعكس اللي لازم. بيعرفوها. ايه بالعكس يعني لازم يدعمونا إلنا يعني. عرفت شلون؟ بتطلعوا بتشوفوا هيك انه مثلا ما شاء الله العراقية، يعني اه اعطيكم مثال، والله العظيم ولا احسن من هيك ولا افهم من يعني هيك، محترمين. كلامه لحاله بكفي يعني. ما عندهم يعني بيعلقوا تعليق حلو، كلام حلو. إيه، في بعض من الشباب مثلا سوريين بيحكوا كلام كويسة ومحترم. ايه، وبالاخر يعني العالم اللي بتيجي تهاجم عادي، نحن اصلا حاسبين هذا الحساب. ناس كتير رح تيجي تعلق بسلبيه، كتير ناس رح تنتقدنا، يعني ما عنا مشكله. عرفتوا كيف؟ هذا الشيء بيرجع لهم بالاخر، كل واحد عم يحكي باصله، وما رح بالضبط. نرد على حدا نهائيا. يعني لا الحمد بالله. لله في نعمه انه هي في شغله انه موجوده الحظر. ايه فيعني موجود. كل واحد يعني بالاخر بيحكي عن نفسه. وقت اللي انت بدك تيجي تغلط، انت عم تغلط على حالك انت. بتغلط على هاي نفسك. تربيتك انت يعني بالاخر. تربايتك اخر شيء نحن بصير هاي. واثقين من حالنا وعارفانين حالنا، مثلا ما لنا غلطانين، امورنا عرفانين بالسليم. حالنا شو عم نعمل نحن بالذات يعني، عرفانين شو عم نقدم، شو عم نحكي، شو عم نعمل. يعني شو عم نقدم لها؟ ابو طبخ، ابو تحدي مثلا اكل، ابو مثلا طلعات فوتات. هاي هي بس. ونحن ما لنا محتاجين اصلا نبرر لحدا يعني. بالضبط. اللي بيهمنا الناس اللي بتحبنا وبتدعمنا ومتقبله الفكره وفهماني الحياه صح. مو في ناس مثلا جاي غبيه بالفعل بتلاقوها ابدا يعني ما عندها فهم، مع احترامي طبعا للمحترمين والناس الاكابر. بس ما اما هاي يفهماني الناس شيء. المريضه ما بيرد عليها ابدا. اصلا هاي مريضه لازم ما تكون موجوده نهائيا، بس للاسف بالفعل موجوده بحياتنا يعني. والحمد لله يعني الامور كويسه، ماشيين هلا الحمد لله انه ما فيها تعليقات يعني. بالمية بيجي لك واحد. ايه طبعا الحمد بالمية لله، بيجي يعني واحد. اغلب الناس اغلب هي الناس ناس كويسه. محترمه وكويسه. ايه والله. بالضبط. جد هاي الطلعه اللي طلعناها يعني جت من العمر. والله كتير فادتنا وفادت الاولاد، ونفسيتنا ارتاحت عن جد. يعني صارنا تقريبا شي 8 سنين او اكثر يعني هون بالمانيا. ما يعني ما اخذنا حريتنا بهيك اماكن، ما طلعنا، ما صار لنا مجال انه مثلا نخيم مع الاولاد، ولا انه مثلا نكون معهم دائما، لانه المدارس هون شفتوا انه دائما، عرفتوا كيف، وفي الروضة كمان، انه دائما بالبيت، دائما قاعدين بالبيت، ما في عنا مثلا طلعات فوتات هيك. خلص يعني حوالي البيت بس مثلا بنلعبهم بالحديقة، اكثر من هيك يعني ما في عنا يعني طلعات. نحن بنستنى كل سنه، بنستنى هذا الشهر
فارغ الصبر انه واحد يطلع فيه يشمم الهواء للاولاد، يطالعهم، يفوتهم، يشتري لهم الشغلات اللي بيحبوها هاي هن بتضل يعني. ذكرى كمان يعني إلنا وإلهن. فعلاً. كان هاي الصور ولا الفيديوهات نحن اصلا مبسوطين فيهن، يعني مبسوطين فيهن إلنا، وبنفس الوقت انه نشارككم فيه. نشارككم فيهن، انه تعطونا رايكم بهيك شغلات، نفرجيكم الاجواء اللي نحن مثلا عايشين فيها، المانيا بشكل عام. ف حاكل بسكوت.